اللي ابنه نجح في الامتحان طبعا، عبد اللطيف وهبي، طلع يقول للناس اللي سقطكم الكمبيوتر انا ماليش دعوه، يخشى عليك انت كمبيوتر. الكمبيوتر الشفاف. اجي نوري لك انا النقطه ديالك، واش صح معك الورقه ديالك، واش تشوف ماشي انا صح معك، الاله هي اللي صح معك، عندك اللي تفاجئك. يخشى الكمبيوتر عندنا يا جماعه مختلف تماما. اي نعم احنا ما بنصنعش كمبيوتر، لكن الكمبيوتر عندنا بيتلعب في اساسيات اللي جابوه. الكمبيوتر عندنا احنا مش شعوب طبعا، احنا عصابات في الوطن العربي دي قادره على ان تخلي الكمبيوتر الكمبيوتر ده كان اول تبرير لوزير العدل لا مؤاخذه، اللي برر نجاح واجتياح ابناء المحامين والمسؤولين المغاربه بان ده حقهم اللي جابه لهم الكمبيوتر. سيد الوزير بعد كيقول ان اسماء ديال السياسيين وما ماشي مواطنين لا هذوك ماشي مواطنين ما عندهم الحق ينجحوا. شوف ولاد لا 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 شحال هما 60 70 راه لحد 2000 100 راه لحد 2000 شحال فافوري. لو كنت درت 900 ديال ولاد المحامين ونجحت 50 ديال واخا. ليه المسؤول في العالم العربي بيبجح وينطح زي ما هو عايز؟ لانه عارف انه متغطي، انه هو لا قراره ولا يقدر ياخد قرار ولا اي حاجه، وكل حاجه بتتظبط، وانك اخرك ايه؟ طب روح اشتكي للملك لو تقدر، لو راجل روح اشتكي للملك. ما زاد الطين بله، هو لسه يا ابني احنا الطين عندنا لما يتبل قعد يدافع بقى عن نجاح نجله ابنه، وقال للناس والله قال لهم انا ابني متعلم بره. لا يا راجل، فطبيعي انه ينجح هذا النجاح. انتوا ليه مستغربين؟ يلا نعم ولدي عنده 2 اجازات وعنده في موريال، باه لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. والله ما عارف ارد عليه ولا ايه. لكن هذا التصريح وفتحه الصدر دي اغضبت الشعب بشده، وليهم كل الحق طبعا. هو ابني عنده شهادتين من بره فطبيعي انه ينجح. طب وحضرتك اللي هو ابسط بتاعه وانت وزير العدل، طب ايه لازمه التعليم اللي بتاعنا لما التعليم بتاع بره بيركب، بغض النظر ان ابنك يعني. طب والسيل العارم من الاغلبيه من ابناء الشعب اللي مش قادرين يتعلموا الا في المغرب يا عيني، لا دول ما تلقوش تعليم. انتوا كأن برضو عندكم يا ابن المنطقه كلها كأن، يا ابن المنطقه كلها كأن. بقول لك جورجينا كتبوها زوجه، دولة الكأن يا ابني. جورجينا. لا احنا كأن احنا نحب المشاهد دي قوي 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 قوي. ذكر بس قصة كريستيانو التي لن تذهب بعيدا ولا طويلا عشان بس ايه يبقى لينا وقفة يوم. المهم الخطرفة اللي قالها وزير العدل عملت غضب لدى الشعب اللي مطحون اصلا، وغضب اشد عند المحامين المغاربة اللي كانوا بيتظاهروا امام البرلمان المغربي. ابناء مصر كل مهان مع الحق الولوجي لجنة المحاماة مهنة مستقلة يجب على كل الابناء الشعب حاملين اجازات بحقوق ان يوازن الشعب بالاسماء كلها من الاول، الاسماء كلها بشبوها وعلاقات بحقوقهم. المغاربة اللي واقفين قدام البرلمان، المغاربة اللي مش واقفين قدام البرلمان اللي في البيوت، والموريتانيين والجزائريين والصوماليين والمصريين والليبيين والتوانسه والسعوديين، كلنا عارفين حاجه بسيطه جدا، كلنا عارفينها جدا، سواء متعلمين او مش متعلمين، انك لما بتشتري سمكه بتشم راسها، لو بايظه ما بتاخدش السمكه. تعلم او مش جدتك لو ما مرتش على تعليم، ربنا يبارك في كل اهالينا، يبارك لكم في اهاليكم وما يحرمكم منهم ابدا. جدتك لو ما تعرفش تقرا وتكتب وراحت تسوق السمك بتشم راس السمك، بايظه ما تاخدهاش. احنا بارئين جدا في الامثال. لك السمكه تفسد من راسها، وتيجي لما تتشملل تقول لك وليه ده بيعمل كده؟ ما انت عارف ان الراس فاسده. الراس فاسده فكل حاجه بتفسد. ده كلمتين على الهامش كده مالكوش دعوه. المحامين شافوا ان النتائج غير حقيقيه بالمره. ولاد الشعب فقدتهم، ولاد الشعب فقدتهم، ولادكم خرجوهم، ولادكم خرجوهم. الراس فاسده. اي مناظر قبل كده، اصل السمكه هتبلها بالكمون برضه هتفضل فاسده. اصل هقليها برضه فاسده. راس السمكه فاسده. طب احنا هعملها بالرده، فاسده يا روح امك. فاسده. الوزير اتنرفز
لما قال لك ابنه تصريحه عمل غضب شديد جدا، اللي هو ابني خد الشهاده من بره. الحكايه مش كده، هو هيتجنن، هو كان هيموت يقول ايه؟ طب وانت دخلت في ضميره؟ دخلت في ضميره. هو هيموت يقول لك ايه؟ جت على ابني انا؟ جت على ابني انا؟ ما البلد كلها متورثه. يعني الجديد. طب وانت عشت في المغرب؟ لا عشت في مصر، مش محتاج اعيش في المغرب عشان افهم الحكايه. مش محتاج اعيش في المغرب، ولا محتاج اعيش في الجزائر، ولا اعيش في موريتانيا، ولا في ليبيا، ولا السعوديه، مع انك زرت كل تلك البلاد بدل المره 10. فانت هو عايز يقول وزير هيتجنن وعشان كده اتنرفز. لا هو يعني جت على ابني انا، ودي حقيقه مره رغم ان هي حقيقه مؤلمه، لكنها حقيقه. جت على ابني انا. بص على المشهد العام من اول لتحت، جت على ابني. لكن الناس هي جت بقى فيه، حسوا بكلامه اهانه وللتعليم في البلد، وانه كل اللي عملوه في حياتهم لا قيمه له اطلاقا امام تعليم ابنه ونجله اللي خد الشهاده من كندا.